مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في فيديو جديد خاص بتوقعات حالة الطقس بالجزائر والأيام القادمة. من المرتقب ستعرف الجزائر نزول أمطار وعواصف رعدية أحيانا قوية على وسط وشمال وشرق الجزائر، بداية من يوم السبت 6 من يونيو. أجواء غير مستقرة مع نزول أمطار وعواصف رعدية بتيارت بجلفة بقسنطينة ببجاية بالجزائر العاصمة، وبسكرة وتبسة وخنشلة وباتنا وبريكة، وعلى الولايات الوسطى والشمالية الغربية والولايات الشرقية الجزائرية. أجواء غير مستقرة مع نزول أمطار غزيرة أحيانا قوية على المشرية وتيارت وجلفة وبسكرة وتبسة وخنشلة وباتنا وبريكة وقسنطينة وسطيف وبرج بعراريج. أجواء غير مستقرة مع نزول أمطار وعواصف رعدية أحيانا قوية في معظم الولايات. وكما تشاهدون إخواني أخواتي، سيبدأ الموسم العواصف الرعدية على الجزائر بداية من يوم الثلاثاء 9 من يونيو. هذا الموسم سيكون محمل بأمطار غزيرة وعواصف رعدية قوية جدا على تبسة وقسنطينة وبجاية والجزائر العاصمة وجلفة وتيارت وتلمسان ومعسكر وغليزان وعين دفلة وتبازة وشمال وشرق الجزائر، وأجواء مستقرة بأدرار وورقلة وتمنراست والإليزي خلال يوم الجمعة 12 من يونيو ويوم السبت 13 من يونيو. أجواء ستكون ممطرة مع رياح قوية وأمطار غزيرة وعواصف رعدية قوية جدا في معظم الولايات الوسطى والشمالية الغربية والولايات الشرقية الجزائرية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة فضلا وليس أمرا ليصلكم كل جديد، ونلتقي في نشرة قادمة بخصوص التوقعات للحالة الجوية المرتقبة بالجزائر.